تارارا. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في كل مكان، وحشتونا جدا 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 معاكم النهارده في مينا. ميرنا دلوقتي يا جدعان جوزي جدعان يا جماعه، شكرا جدا جدا بامانه ليكم ولاحتمالكم لصبركم علينا الفتره اللي فاتت دي كلها. احنا فعلا اسفين ان احنا بقالنا كتير ما بننزلش فيديوهات ومختفين تماما. بس ده صدقوني بامانه غصب عننا. التعب تعبنا في العيد، في ليله العيد انتوا عارفين وشفتونا في وليمه ليله العيد، كنا في بدايه التعب وقعدنا رقدنا انا ومينا كتير. انا من يوم 11 او من يوم 12 من قبل العيد بكتير، من 4 ايام تقريبا. حتى ما عيدناش، ما نزلنا لكمش فيديو العيد لان احنا ما خرجناش لان كنا تعبانين خالص. وبعد العيد مينا برضو تعب شويه، تعبت شويه جدا، وميرنا طبعا داخله في دور حاليا بتتعالج منه. شفت الشورتس طبعا. ميرسي لكل الناس اللي سالت عليا وقالت لي الف سلامه. ميرسي جدا يا جماعه. انا لسه بتعالج يعني دلوقتي، فاللي هو مش متزنه شويه، هتلاقوني وقعت كده وقعت كده. عايز اقول لكم النهارده احنا هنصور معاكم ريفيو على حلويات لافوار. الحلويات دي طبعا الشركه ادتنا هديه رمضان. كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم، كل سنه وانتم طيبين كلكم. فاحنا طبعا كنا في الفتره اللي فاتت دي كنا فاقدين التذوق، فاقدين الطعم، فاقدين كل حاجه، فاقدين الامل فاقدين الامل في الحياه. فانا كنت حابب اعمل عليها ريفيو لان منى كمان بتحب الحاجات دي خالص. انا يمكن مش بحبها قوي بس منى بتحبها جدا. فكنت مستني طبعا ميرنا لحد ما تتحسن معاها التذوق وكده. هي تعبانه في حته ثانيه بس التذوق اتعدل دلوقتي، فايه قلنا نعمل معاكم دلوقتي الريفيو بتاعنا. دلوقتي دوخه وكده بس يعني، لكن متهيألي الاذن الوسطى يعني. هي اذن وسطى وحاجه اسمها دوار، عندها حاجه اسمها دوار وتاكل تدوخ بقى. والله دوار ايه ده؟ كلمه تدوخ. يلا نبدا على الفشل. انا بمشروبي الممتاز شاي، وانا شاي بلبن طبعا. تمام. افتح يا سمسم. مش عارفه افتحها. وكنت هقول ايه؟ ما هي كلها مكلفه. هي تقطعها يا جماعه. ميرسي خالص الناس اللي كتبت لنا حاجات كتير. ناس كتير كتبت لنا وبقعد اقرا انا، وبس ما بعرفش برضه امسك تليفون كتير عشان تعبانه، بس بقعد يعني اقرا شويه كومنتات، او يعني اغلب الكومنتات بقراها. بس هنرد عليكم يا جماعه، بس يعني لسه نتحسن بس شويه. نشوف بقى الشركه بتاعت مينا بعتت ايه، لان مينا اصر قال لي لا انت بتحبيها لازم تطلعي. قلت له اعمل انت شورتس بس انت وبتاكل منها وبتاع، قال لي لا لا ما ينفعش الكلام ده. لان الحاجات دي انا اساسا مش من اللي مش حاجات اطلبها، فاهمين؟ لكن ميرنا لا بتحبها ما رضيناش نجيبها السنه دي بصراحه علشان كنا تعبانين لحد دلوقتي ما جبناش، فجت لنا. قلنا هنجيبها علشان ندوق منها حاجه، مش نتذوق منها حاجه، فجت لنا من الشركه. من لافوار طبعا. لافوار كله بيقول احلى حاجه لافوار ومش عارف ايه. وانا سألت طبعا دي 3/4 هتاكلها ميرنا. واو يا سلام. بصوا يا جماعه، هو الصف ده بتاع الناعم ده ميرنا اللي هتقوم بيه، ده انا اللي هقوم بيه. ده بيتي فو بيتي ناس كلمات، وده هتقوم بيه ميرنا. مش فاهم. ده قريبه وده بسكويت عادي، فيلا نجرب. كل واحد هنجرب. خلاص طبعا هو حبيبي بيحب البسكويت ده. هو لو شم نفسها دي وبيجوا طبعا مش هيحلوها. الاطفال اصلا بتحب السكر جدا. يلا نبدا بايه؟ سكر جميل. بحب هو بص مبدئيا الريحه يا جماعه. انا لسه بقول لك انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اجيب كحك عيش كده. قلت عايزه اعمله. كانت عايزه اعمله صح. يلا نبدا بايه؟ نبدا بالبسكوت. بسكويت بليد. الله ريحته جامده. تحسي بيتي. تحسي بالسمنه البلدي، بس اكيد مش بالسمنه البلدي. بالنسبه لي 10/10. ممتاز فعلا. ايه ده؟ ايه ده؟ كانه بتشوفوه صح؟ مش حاسه انه بسكويت. زمان كنت بعمل كده. حاسه بتفور، طعم بتفور. لا بس العجينه ماسكه نفسها. حلو قوي. طعمها جميل. 10/10. بسكوت 100. دي 10 خدت 10 فعلا. طعم حلو قوي.
بتاع دي مزحلقه كده. ده جميل يا مينا، ما بتحبش الغريبه؟ ده مش فول سوداني، ده فستق. جواه فستق. بصوا. دايبه. نزلت في البق كده عايز. قريبه. 20 على 10. دايبه. تحفه. مفيش حرقان بعدها. في حرقان ساعات بس لا. لا. تحفه. مفيش التلزيق اللي هو التلزيق بتاع، عارفه انت؟ مفيش تلزيق حلو. لا ايه ده؟ ده انا اخليه اختم بيه. لا انا معرفش ان لابور كده على فكره. ولا انا. لا تحفه. لا على فكره الغوار ايه ده؟ ده فعلا حقيقي فظيعه. دي جامده خالص. لا جميله جميله يعني بصراحه. كحك. الكحك ده بقى عشقي. ما كنتش احبه خالص، مش عارفه الواحد صح لما تتجوز بتتغير خالص. ما كنتش احبه، ما كنتش اكل اي حاجه ثانيه الا الكحك. انا ما باكلوش اصلا بس عشان اجربه. بقيت اكله. مش الكحكايه. عجينته شبيهه بالقريبه. ناعمه يعني خالص. انا قصده ناعمه خالص، بس المفروض دي تختلف تماما عن القريبه. حلو بس كنا بنعمل كحك ناعم غير ده، يعني بيبقى ماسك نفسه شويه عن كده. لا احنا بنعمله زي كده. يعني هو اسمه ناعم فبيبقى هو انا مش من عشاق الكحك الناعم صراحه، بس هو دي حلوه. انا بالنسبه لي مش التوب. والله؟ انا ما بفهمش فيها، لكن دول بالنسبه لي جامدين جدا. ده ما فيهوش سمسم. المفروض يبقى فيه سمسم كده من جوه، مش حاسه ان فيه سمسم. مش عارفه يعني هو طبعا دايبه وكل حاجه، بس في حاجه كده طعم كده مش موجود، مش موجود اللي هو زي البيتي ده. هو القريبه انا عايز اقول لكم لو لمستوها من بره تحس انه صابعكم علم فيها. ايوه هي تمام. والبسكوت احنا كنا بنعمل بسكوت بس مش انشا، يعني اخف من ده. يعني الوزن اخف من ده. لا الطعم الدويت ليه بتاعنا احنا. لا الطعم ده عجبني اكتر من بتاع البيتي بقى. ده تحسيه بتاع بيتيفور فعلا. بيتيفور كانك بتاكل طعم بيتيفور بجد. لكن اما الكحك بقى ما بفهمش فيه خالص، يعني ما اعرفش ايه اللي ما عجبكش. لا هو حلو عجبني بس مش اللي هو برضه مش التوب. وانا برضه لا اصلا بحب الكحك بقى، فهو بالنسبه لي مش التوب. في كحك بحبه اكتر من كده، يعني في بيبقى طعمه احلى. يعني دي 10. دي كام؟ بس هي شركه صرفه. يعني نكلمه مثال البوكس ده غالي جدا يعني. لا ممكن ب 200. لا 200 يعني كله اسعاره كده في السوق. ده بقى 185 جنيه. اللي هو بتاع اقول لك بتاع ايه، لتوال عملت كنافه. ده بتهيألي مشكل زي كده ونفس الحجم ب 220 حاجه زي كده. وقولوا لي صح ولا غلط في الكومنتات، بس انا فاكره حاجه زي كده. تمام. طيب ده كام؟ لا ده 10 من 10. ده 10 من 10. ده 6 7 من 10. حطوا انتوا. انا برضه زي مرنا هي اللي تاخدوا التقييمه في البتاع ده، لان انا ما بفهمش في الكحك الناعم قوي. ده 10. ده 10 وده 6 زي ما مينا قال. والله. طيب ايه بقى؟ ده في منه الابيض وفي منه الاسود. بصوا يعني في منه الابيض ده. الابيض ده محشي ايه؟ محشي مربى. محشي مربى ومن فوق مكسرات. شوكولاته بيضاء مع مكسرات. محشي مربى وشوكولاته بيضاء مع مكسرات من بره. تمام؟ ده مربى برضه يعني. الاسود برضه. الاسود؟ ايه ده؟ دي مربى برضه. وده محشي مربى وبرضه مكسرات بالشوكولاته من بره، مش شوكولاته بيضاء، شوكولاته سوداء عادي. لهم دول الاثنين؟ دول الاسود والابيض. دول الابيض الاول. انا بحب الابيض اصلا، ما بحبش الاسود خالص. تمام؟ انا بحب الاسود اكتر اصلا.
اول طعم حسيت لانكشاير، حسيت باكل لانكشاير مش بيتي فور. جميلة حلو بس المكسرات بتزهق قوي. يعني الشوكولاتة مقطعة من المكسرات. شوكولاته فيها الشوكولاتة البيضاء. مثلا بس العجينة ماسكة نفسها، المربى تحسيها تقيلة، المربى مش خفيفة مش سايحة كده، ولا تحفة. انا عجبني بصراحة. طب بس نشوف ده. انا مباكلش الكمية دي حلويات كتير يا جماعة. مفيش واحدة صغنونة، هي خدت صغنونة. هي حلوة بس مش مسكرة. شوكولاتة تحفة. جميلة. الاتنين أحلى من بعض. الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة السوداء الاتنين جميلين. يعني دي طعمها مختلف تماما عن دي، نوعين فعلا مختلفين بالنسبة لي. وانا برضه. يعني الأبيض بالشوكولاتة البيضاء بالمكسرات طعم، وبالشوكولاتة السوداء مع الشوكولاتة السوداء الساقعة بالمكسرات طعم تاني خالص. يعني الاتنين محشيين مربى بس لا برضه ده حتة وده حتة. ممكن يعملوا تاني كده واحدة تاني؟ لو عملوا صف تاني بأمانة وعملوه كده لا، يعني حتى لو رفيع صفين رفيعين بنفس الكمية ما يغيروش الكمية، بس لا هيبقى تدي شكل جمالي أحسن أو أكبر تكبر الكرتونة. لا فظيعة. تدي كام؟ تدي كام الأصفر والأسود؟ لا دول مرتاحين فيهم، احنا 10. هما اتنين؟ دول تمام. طب ماشي. استنى ناخد المسكوت ايه؟ مين؟ أنا مش هاخد، لا خلاص استنى. عشان مبسوطة. ماشي. ده تقول للناس يجيبوه ولا لا؟ مشكل طبعا لافوار تدين الوزن. يجيبوه من غير الكعك الناعم. لا حلو بقى يعني بصوا أنا عشان ما بحبوش. أنا مش عشان ما بحبوش، مش عشان هو وحش. الكحك الناعم مش التوب، بس البتاع ده كله. لا نجيبه. حلو نجيبه كم من 10 مثلا؟ أنا 9 من 10. مع إن ده منزلاه خالص، ده منزلاه خالص، بس برضه أكله يعني. كتوتة ما ينفعش تديله أقل من 9 بصراحة. ولو لولا الكحك الناعم لو في سنة اللي هي اللي بندوقها دي في البيوت كنت هديله 10 بصراحة. ايه اللي حاطينه ده بالناس؟ عادي يا جماعة ده مش متبع الريفيو. انا اكلت بتاع كتير ودخت تاني فاروح اخد الادوية بتاعتي. لا مفضوع يا جماعة. يا جماعة سامحونا علشان الفيديوهات الايام اللي فاتت ما عرفناش نحط فيديوهات، والايام اللي جاية هنحاول على قد ما نقدر طبعا. يعني مش بنقول لكم مش هنعمل فيديوهات خالص، ومش بنقول لكم بس مش هنبقى كل يوم. نحاول على قد ما نقدر، بس عشان ايه ارجع انا لطبيعتي يعني. وان شاء الله يا جماعه يكون الفيديو عجبكم، وفعلا يعني زي ما شفتوا هاتوه ده يا جماعه، هاتوه لافوار مشكل بجد. لافوار مشكل. انا قلت لافوار. قلت لافوار. لافوار ايه لافوار؟ طيب لافوار انا فاكره في حاجه اسمها لافوار. لافوار لافوار ده صابون ولا ايه؟ اكتبوا لنا يا جماعه ايه لافوار اللي انا قلت عليه ده. فانا يا جماعه المهم ده حلو جدا، انصحكم لو هتجيبوا تجيبوا لافوار، وبجد جميل عن تجربه فعليه قدامكم. واحنا على فكره مش اعلان بامانه، دي ولا اي حاجه، دي هديه واحنا حابين نشارككم بطعمها. وكل سنه وانتم طيبين، انا بنزله رمضان، كل سنه وانتم طيبين، معلش لو جت متاخره. ويا جماعه استنوا، ممكن انزل لكم فيديو تحضير ليله عيد. طبعا انا اتاخرت فيه بس عشان تعبانه انتوا عارفين. فيديو تحضير وليمه ليله العيد ممكن انزله على القناه دي بدل ما بنزله على قناه مينا ومرنا في البيت، علشان نزلته كذا مره على مينا ومرنا في البيت، فممكن انزله على القناه دي. فانتظروا الفيديو ده، هيعجبكم قوي. هيعجبكم يعني، عشان الناس ما تروحش مش مشتركه هناك
كان فيتها كتير، فاحنا قلنا نجيب لهم الحاجه لحد عندهم يعني. تمام، واستنونا الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واسعد الله مساءكم ونشوفكم الفيديو الجاي.